طبعا في بدايه الفيديو اللي هاخدها في كل بقاع الارض ان ربنا ينصرهم ويثبتهم باذن الله. الفيديو اللي انا هكلمك فيه عن شقين. اول شق هو لوم وعتاب للناس اللي متابعه للقناه او الناس اللي بتتفرج عليا عامه. المحبه على قد العتاب زي ما بيقولوا، او العتاب على قد المحبه، مش عارف. انا بقدم لك محتوى بنسبه 90% ما فيش حد في مصر بيقدمه. ممكن انا ابقى في ناس بتقدم ما اقولكش فيه، بس انا بقدم لك محتوى يمكن مش هقول لك اللي هو مميز، بس هو جيد. يعني هو محتوى انا شايفه محتوى جيد. الاول كنت بعمل لك فيديوهات بقول لك فيه معلومات، بالنسبه لي كان الفيديو بيجيب مشاهدات، ما جابش ما كانش بيفرق معايا، لان الفيديو بعمله في دقيقه دقيقتين، بمنتجه ما بياخدش مني ثواني، وبنزله بيجيب 20 لايك 30 لايك 40 لايك. ما كنتش بدق في الكلام ده. حبيت اغير الفكره، حبيت اغير النظام شويه، حبيت انقل لك الموضوع من ارض الواقع، سواء شغل سواء تعب، سواء صيانات عربيه، سواء حاجات بتقابلك مشاكل في الشارع. حبيت انقلها لك لايف وتجارب حصريه بنقلها لك لايف. ده عشان انا انقل لك التجربه ديت انا اتكلفت مبلغ وقدره الا وهو 30,000 جنيه عشان اجيب لك معدة تصوير اصور لك بيها اليوم بتاعي في الشارع. وحرفيا انا مش بكدب عليك، حرفيا انا صرفت 30,000 جنيه عشان اجيب حاجه اصور لك بيها في الشارع. مش بس كده، لا، ده انا مشترك كمان في برنامج بدفع له مش بالمصري، بدفع له مش بالمصري، تمام، علشان خاطر ادي لحضرتك الخلفيه بتاعت الشارع، وفي نفس الوقت انا اكون ظاهر واكون بكلمك في نفس الوقت. مفيش برامج مجانيه بتعمل الكلام ده، فانا بدفع فلوس عشان خاطر انا اوصل لك الصوره ديت واكون معاك لحظه بلحظه. فانا ما بخلتش عليك باي حاجه، ولا بفلوس ولا بجهد ولا بتعب ولا بمعلومه ولا باي حاجه. صريح معاك جدا في كل حاجه. مشوار بخساره بقول لك بخساره، مكسب بقول لك مكسب. بوجه شغلي 3/4 اللي بقول للمبتدئين، بس انا عارف ان في ناس تانية بتتفرج عليا. لكن ان اصور لك فيديو بيبقى عباره عن ساعتين، وبعد الساعتين دول ساعتين متقطعين كمان، وبعد كده برجع البيت اقعد امنتج الساعتين دول عشان اوصلهم لك نص ساعه ولا 20 دقيقه، وده بياخد مني مجهود جبار. ده الشق التالت في التعب، بياخد مني مجهود جبار حرفيا عشان اوصل لك النص ساعه الملخص الحلو. الملخص الحلو في الساعتين 3 بلخصه لك في نص ساعه، فده بياخد مني مجهود وبياخد مني وقت وبياخد مني من بيتي، بياخد مني من اولادي، بياخد مني من حاجات كتيره قوي. لما اعمل لك كل ده واقدم لك كل الكلام ده على طبق من دهب واقول لك اتفضل اتفرج على الجمال، انا ما بشكرش في نفسي وبشكر في التصوير اللي انا بس بقدم لك محتوى حلو وبقول لك اتفضل. فالمفروض لما انا بقول لك اتفضل حاجه انت المفروض بتشكرني. تشكرني ازاي؟ عن طريق اللايك، عن طريق كومنت. لكن اني بقدم لك كل الكلام ده وفي الاخر ما الاقيش منك اي حاجه، يبقى انا كده ايه؟ بتعب على الفاضي. لما اخر فيديو منزله اللي هو اللايف بتاع يوم الجمعه جايب 600 مشاهده، ما علينا من المشاهدات، مش فارق معايا المشاهدات، بس ايه 600 مشاهده ب 46 لايك؟ ايه 46 لايك؟ ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه ده؟ هو انتوا بتمنوا عليا؟ يعني انتوا بتمنوا عليا بال 46 لايك بجد والله؟ يعني انت كده كده حضرتك دخلت اتفرجت على الفيديو، يعني ال 600 شخص دول يعني اقل حاجه عشان انا ابقى مرضي انا عايز 150 لايك. لكن انا جاي لي 600 مشاهده وجاي لي 46 لايك، لا يا عم خلاص، يبقى وفروا بقى، يبقى بلاها احسن. اصل انا ما اقعدش اتعب في نفسي واقعد احرق في دمي، معلش يعني، عشان الناس ما بتقدرش. لكن لو حد تاني منزل فيديو ولا شورت وفيديو ملوش اي 30 لازمه، الله، ايه الجمال ده؟ احنا يعني إيه انت هي ارزاق. انا ما ببصش لحد، بس اللي يجننك هو مش اللي يجننك، هو احنا عامه كشعب في مصر عامه، سيبك من مجال النقل الذكي، في مصر عامه اللي بيقدم محتوى حلو ما بيتشافش. لكن اللي بيقدم هلس او معلومات تافهه، معلومات ملهاش اي قيمه، هو ده اللي بيتشاف، وهو ده اللي بتعمل له لايك، وهو ده اللي بيتقال عليه انت برنس، وهو ده اللي بيتقال عليه الله ده انت التوب، ده انت نمبر 1، ده انت مش عارف ايه. فلو عادي يا جماعه، لو عايزين نمشي في السكه دي مفيش اي مشكله، يبقى انا اوفر على نفسي التعب واوفر على نفسي المجهود.
واوفر على نفسي حاجات كتيره قوي، وعادي بقى انزل لك فيديو فيه معلومات بسيطه كده، دقيقتين ثلاثه، ساعتها انا مش هيفرق معايا اصلا، مش هتضايق. شفته ما شفتوش، ما مش فارق معايا. جاب لايكات جاب، ما جابش لايكات برضك مش فارق معايا، ان كده كده فيديو انا نزلته خلاص، فمش فارق معايا. لكن لما ابذل مجهود حرفيا وما الاقيش منك تقدير، فكده بصراحه الموضوع رخم قوي يعني انتوا بتحبطوا الواحد، بتخلوا الواحد مستوى ما هو عنده طموح وهو ينقلك. انا عندي استعداد اصور لك كل يوم، ما عنديش اي مشكله، انا كل يوم ببقى نازل واخد معايا الحاجه اللي انا اصور، بس انا ببقى قافل. لما انزل فيديو من يوم الجمعه جايب لي لحد النهارده 46 لايك، ده يبقى بلاها ان شاء الله ما صورت. انت كده كده مش مقدرني، فانا اقدرك ليه؟ فاهمني؟ دي النقطه اللي مش هتكلم فيها تاني، انت بقى براحتك. انا عن نفسي كده كده لو ما شفتش تقدير اكيد مش هصور لك المحتوى ده تاني. المحتوى ده متعب جدا 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 زي ما قلت لك. فانت عايز تقدر والله قدر، مش عايز تقدر خلاص براحتك وانا براحتي. النقطه التانية قلت لكم بقالي فتره في حد بيخبط عليا في العربيه. لما قلت لكم في اخر فيديو في حد بيخبط عليا في الجنب اليمين، محدش مصدقني. رحت العفشاجي. انا بصراحه بتخانق من الصنايعي اللي ما بيفهمش بصراحه. يعني اخر مره رحت للصنايعي وفك قال لي لا يا عم ده المساعد جديد، المساعد ما فيهوش حاجه، ده المساعد عايز ايه عشان انت معلي العربيه السوست، فالمساعد عايز تطويله. رحت جبت تطويلتين ب 50 جنيه، وهو خد مني 200 جنيه قال 250 جنيه، وركبت ومشيت من عنده. السوق برضه كان موجود. الله يا عم في ايه؟ انا ما بحبش الصنايعي اللي هو ما بيفهمش بصراحه، اللي هو بيركب بتاع تركيب ده. المهم مشيت، اخر ما زلت لسه نازل دلوقتي النهارده النهارده الاثنين، نزلت الميكانيكي قال لي ايه ده كده المساعد، فكيت المساعد. فهو فعلا بص حرفيا، بص بس اشده الاخر، بص سامع؟ لا هو كمان في خبط بقى في الاخر ده، سامع؟ هو ده بقى الصوت اللي كان بيحصل معايا. سامع بص، سامع اخر حته دي هي دي اللي بتحصل معايا. طيب المساعد ده ايه يا جماعه؟ المساعد ده والله العظيم مصيني، انا ما بسترخصش في العربيه بتاعتي وبجيب انضف حاجه. طيب المساعد ده KYB اهو باين اهو، انت الواي في النص، الواي في النص KYB يعني محفوره كمان. تمام، كنت جايبهم ب 1700 والله العظيم، بقى لهم شهر و10 ايام ما كملوش. المساعد ده عمل معايا صوت بعد ما ركبته باسبوع. انا قلت العيب من المساعدين قدام، لان المساعد قدام عندي يمين كان ضارب زيت، فقلت اكيد العيب منه. قمت مغير مساعدين قدام. بعد ما غيرت مساعدين قدام فضل الصوت معايا هو. طبعا انا شلته، حطيتها من عندي مساعد قديم برضه، كان المساعد القديم اللي عندي اصلا بايظ بيرزع برضه، فانا كده هضطر اشتري مساعدين جداد. حاجات ما بتبقاش على بالك، يعني انت بتغير في العربيه بتاعتك وبتجيب حاجات عشان العربيه تمشيك، بتروح تجيب بضاعه موثوق منها بس هي مش موثوق منها، هي برضه بضاعه مضروبه. يعني ده ما يرضيش ربنا، ابقى جايبه بقاله شهر و10 ايام وبايظ ما كملش. بص سامع اخر حته؟ سامع؟ يعني والله العظيم حرام، يعني حرام. برضه دي برضه من الحاجات اللي انت لازم تبقى عارفها، ان البضاعه اللي موجوده في السوق مضروبه. فمعرفش هل بقى اللي احنا بقى لازم نشتري بقى من التوكيل نفسه اللي هو بتاع العربيه، يعني اللي اروح مثلا اشتري مثلا جزء مساعدين بقى بكام بقى، ب 6000 ولا ب 7000 جنيه يعني، ولا ايه؟ مش فاهم. فالميكانيكي قال لي انا عندي جزء مساعدين استيراد ب 1200 جنيه. طب انا اللي خليني اروح اجيب جزء مساعدين استيراد ب 1200 جنيه، ما اعرفش هم بقى لهم قد ايه. طب لا يا عم انا اجيبهم صيني ب 1000 جنيه هيمشوني سنه وبعد كده اغيرهم. يعني دي وجهه نظري. طبعا امبارح كان الحد، امبارح اشتغلت. امبارح اليوم كان غريب، يعني امبارح سبحان الله ما قفلتش عليا منطقه. امبارح اشتغلت، نزلت من هنا رحت عند حدائق القبه، وخدت من حدائق القبه قمت رادد للهرم. البوابات، كنت طالع من البوابات للزهراء، من الزهراء للمقطم، من المقطم للتجمع، من التجمع الدنيا بقى نامت خالص. رحت خدت مشوار مدينه نصر، من مدينه نصر نزلت فاضي للدقي، ومن الدقي خدت مشوار جابني لحد هنا لان كان ناقص لي ريكويست وقفل البونص بتاعي. فده كان يومي. انا مصور اليوم دوت برضه كان امبارح. كان يوم جميل، كان فيه على قد ما هو كان رخم وقدرت مساحه. دي بقى حته على طرف المعلقه. ليه انا ما بحبش اول ما اطلع ولا بحب اروح مدينه نصر ولا احب اروح مصر الجديده؟ لان انا هنا من الجيزه، عشان اروح الطريقين دول لما اروح صلاح سالم لما لازم اخد كوبري اكتوبر، انا ماليش غيره. فامبارح خدت الطريق دوت، خدت كوبري اكتوبر، نزلت نزله رمسيس، عينك ما تشوف الا النور. اقسم بالله من اول ما نزلت نزله رمسيس الاولانيه او اللي من عند الفجاله، من اول ما نزلتها
لحد الكنيسه اللي هي على الشمال قدام. والله العظيم 3 حرفيا الطريق واقف بتاع ساعتين. ساعتين دي بقى لان الكوبري اللي هو بيطلعك وينزلك على الكنيسه، او قبل الكنيسه بعد الكنيسه او قبل الكنيسه مش فاكر، واخدين منه ال3 حارات وسايبين حاره واحده بس. بيشيلوا الطبقه اللي فوق وبيسفلتوها. احنا كده، احنا بنحب نيجي وقت المدارس بنحب نجدد. فخلي بالك لو انت بتروح الحته دي كتير، الكوبري اللي هناك ده بيتعمل فيه صيانه. اليوم امبارح كان غريب بس هو الحمد لله يعني ايه، الواحد اتراضى في الاخر. بس على فكره انا مش هنزلك الفيديو ده غير لما الاقي منك تقدير. سلام.